بتاريخ يوم 19 يونيو سنة 1947 شرطة منهاتن في ولاية نيويورك أعلنت حالة الطوارئ بكل المدينة، وأمرت الأهالي إنه ما حدا يطلع من بيته هاي الليلة، وأي حدا منكم بسمع صوت أعير نارية أو صراخ بالشارع ما تستجيب لفضولك وتطلع على النوافذ أو تفتح باب بيتك، لأنه اللي رح يصير اليوم أمريكا كلها رح تحكي عنه لعشرات السنوات لقدام. الكل كان مستني الحدث الأكبر والأهم بهاي السنة، المواجهة المرعبة بين أكبر عصابتين مافيا بأمريكا كلها، المواجهة اللي ممكن بسببها يموت آلاف الناس وتنقلب الشوارع لساحة حرب مفتوحة. وقتها لا الشرطة ولا الجيش رح يقدروا يسيطروا على الوضع مهما حاولوا، وكل هذا رح يصير بسبب مباراة ملاكمة. ولكن إياك ثم إياك إنك تفكر إنها مجرد مباراة ملاكمة عادية. المباراة هاي راح يحضر فيها أخطر وأشرس رجال المافيا الإيطالية كلها بأمريكا، والشرطة من كثر خوفها قررت تحاصر المدينة كلها، حتى أنها منعت أي حدا أن يدخل على المدينة قبلها بيومين، وكمان خصصوا فرق أمنية كاملة وطائرات هليكوبتر علشان يحافظوا على حياة زعماء المافيا بأنفسهم. وكان هدف الشرطة الرئيسي هو أنهم يمنعوا أي عملية اغتيال، لأنهم عارفين أنه المدينة بعدها راح تنقلب من فوقها لتحتها، والمباراة هاي راح تحسم لقب زعامة عصابات المافيا بكل الولاية، ومعها الفائز راح يربح عشرات الملايين من الدولارات، طبعا من أموال المراهنين. بطل قصتنا اليوم كان حامل على عاتقه مسؤولية الفوز بهاي المباراة، مش بس عشان اسم المافيا اللي هو بيلعب لها، لا، ولكن عشان يحمي عيلته من الموت إذا انهزم. وفي المستقبل راح يكون هذا الشخص هو زعيم المافيا، وكلمته راح تهز قلوب رؤساء دول كاملة، وبسببه راح تتغير قوانين المافيا بالعالم، وراح يقدر بذكاء وخبرته يسوي علاقات مع رجال السياسة والشرطة كمان. الرجل هذا كان عنده مرحلة من القوة، إنه بيقدر يقوم حرب كاملة بإشارة واحدة من إصبعه. حرفيا قصة اليوم عن شخص مجنون ومريض نفسيا، ولكنه بنفس الوقت صاحب عقل دقيق وعبقري بمعنى الكلمة. اليوم بوعدك يا صديقي إنك رح تستمتع بكل تفاصيل وأحداث القصة من أولها لآخرها. بس قبل ما ندخل بأحداث قصتنا، انزل اشترك بالقناة وخلي الحلقة توصل إلى 5000 لايك وكمان 500 تعليق، عارف إنكم قدها. وبدون ما نطول عليكم يلا ندخل بالتفاصيل. تبدأ قصتنا في يوم 28 مارس سنة 1928، وبالتحديد في مدينة منهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية. انولد بطل قصتنا اليوم وهو فينسنت لويس جيغانتي، الولد اللي نشأ وسط عائلة إيطالية مهاجرة، وطلع لقى نفسه عايش بأمريكا، بس أمريكا بأجواء إيطالية. بس بالأول خليني أرجع معك بالزمن لأوائل القرن العشرين. إيطاليا وقتها كانت غارقة في الفقر، وكان عندها كساد اقتصادي مدمر، وعشان هيك بدأت العائلات الإيطالية أنها تهاجر من إيطاليا لأرض الأحلام وهي أمريكا، وبسبب حاجة الناس للمال عشان يعيشوا ويصرفوا على أولادهم، وفرص العمل كانت قليلة بالنسبة لأعداد الناس اللي كانوا بيكبروا وبيجوا على أمريكا. من هون بدأت تنتشر جرائم السرقات وفرض الأتوات، طبعا الأتوات على التجار وأصحاب المحلات، وشوي شوي بدأت تظهر عصابات صغيرة متخصصة بتجارة الممنوعات وأعمال البلطجة. ومع الوقت العصابات هاي بلشت تكبر أكثر وأكثر لحد ما تحولت لعصابات كبيرة جدا، وكل حي أو منطقة كان لها المافيا المسيطرة عليها، وكل عصابات المافيا كان لها شروط وسياسات خاصة بينهم وبين بعض، أشبه بالشرع أو الدستور، واللي كان يطلع ويتعدى على هذا الدستور يتعاقب عقاب من أبشع الصور. ولسوء الحظ فينسنت انولد في منطقة مليئة بتجارة الممنوعة وعصابات المافيا، وبالوقت هذا كانت العصابات تتعمد تجنيد الأطفال وتدريبهم على الأعمال الغير قانونية حتى وهم صغار، عشان لما يكبر يصيروا من أكبر المجرمين ويكون لهم خبرة واسعة في عالم العصابات. والغريب أنه الانضمام للعصابات هاي ما كان إشي سيء نهائيا، ولكن الحقيقة هي أنه الكل كان يتسابق ويتفاخر بالانضمام للعصابة اللي هو بيحبها أو بيميل إلها. ولكن أسرة فينسنت كان لها وضع خاص، لأنهم بعكس طبيعة المنطقة كلها هم كانوا عائلة محافظة، أبوه وأمه وأخوه الأكبر الكل كان هدفهم أنه يأكلوا لقمة عيشهم بالحلال وما يدخلوا وسط عالم الإجرام هذا. وللأسف فينسنت وهو بعمر ال5 سنوات فقد والده اللي كان مثله الأعلى، ومن هذا اليوم أم فينسنت تولت مسؤولية تربية الأولاد لحالها، وصراحة هي عملت أكثر من اللي لازم، وكل هذا عشان تطلع أولادها صالحين. أخو فينسنت الكبير اللي هو ليوناردو
كان ملاكم محترف، وكان بيشارك في البطولات المحلية في الولاية نفسها ويكسب مبالغ نوعا ما جيدة، وفعليا هو اللي كان بيصرف على أسرته. أما فينسنت فكان طائش من صغره، وبمجرد ما نزل على الشارع صار مغرم بهذا العالم، عالم الجريمة وعالم المافيا، حتى حروب العصابات. وكان كل يوم يهرب من مدرسته ويروح لمقرات تدريب المافيا ويتعلم هناك ألعاب القمار والسرقة، وكان يتعرف على أنواع المواد الممنوعة حتى الأسلحة. والحقيقة أنه فينسنت كان ولد ذكي من صغره، قدر يحترف ألعاب القمار بسرعة كبيرة. وفي مرة من المرات فينسنت حاول أنه يدخل لنادي من نوادي القمار هاي، ولكن الحارس برا وقفوا على الباب بسبب صغر سنه. فاخترع فينسنت مشكلة بين أصحابه وخلاهم يتشاجروا مع بعض عشان طبعا يشغلوا الحارس وهو يقدر يتسلل إلى جوا النادي. وضل فينسنت يلعب مع المقامرين وأبهرهم بمهاراته العالية طبعا في رمي النرد، وكسب من وراهم بهذاك اليوم أكثر من $70. ويوم ورا يوم فينسنت كان ينشهر أكثر بين المقامرين، حتى أنه الحراس ما كانوا بيمنعوه لما يدخل على النادي مثل الأول. ولكن كل هذا بيتغير في يوم وليلة، لأنه الأطفال في هذا العمر بيغاروا من بعض. فواحد من أصدقاء فينسنت الحاقدين عليه راح حكى لأم فينسنت عن اللي ابنها بيعمله، وحكى لها ترى ابنك بروح على نوادي القمار. وهنا استوعبت أم فينسنت أنه ابنها ماشي في طريق المهالك، فطلبت من أخوه الكبير أنه ياخده معاه لنادي الملاكمة عشان يتعلم هناك، وفي نفس الوقت ينشغل عن القمار والعصابات هاي. وبالرغم من أنه حلم فينسنت في الوقت هذا أنه بده يصير رجل عصابات كبير ويربح مبالغ هائلة طبعا من الأعمال الغير قانونية، إلا أنه كان مجبر كل يوم أنه يتدرب مع أخوه ملاكمة، وما كان لاقي وقت للعب لأنه أخوه كانت دائما براقبه وعينه عليه. وشوي شوي فينسنت حب الملاكمة، وقوته الجسدية وسرعة بديهته خلته يتميز ويصبح واحد من أقوى الملاكمين بنفس العمر. ولما وصل فينسنت لعمر 15 سنة كان بدأ طريقه في عالم الملاكمة المحترفة، بس للأسف كل ما كان يتقدم لمسابقة كانوا بيرفضوه لأنه سنه أقل من 18 سنة. فاضطر فينسنت أنه يزور شهادة ميلاده ويكتب عمر أكبر من عمره عشان يقدم وينضم للبطولات اللي بتصير محلية. برغم فرق السن بينه وبين الملاكمين اللي كان يواجههم، إلا أنه كان بكل مباراة يظهر فيه كان يظهر بمنتهى القوة لحد ما يفوز بالمباراة. وخلال سنة واحدة فينسنت قدر يفوز بأكثر من 20 مباراة وحقق شهرة واسعة وسط متابعين الملاكمة. بس الأخطر في القصة هو أنه رجال المافيا كانوا بيتراهنوا عليه قبل كل مباراة، وهم واثقين أنه راح يفوز على منافسه بالضربة القاضية. بس للأسف الشديد القصة ما بتكمل الخبر حلو، لأنه في يوم 19 يونيو سنة 1947 كان فينسنت على موعد مع مباراة حاسمة ضد كارلوس كارتليسو. وكارلوس يا عزيزي كان واحد من أقوى الملاكمين في نيويورك، وعمره ما انهزم ولا بمباراة. بس مش هاي المشكلة الحقيقية اللي فينسنت كان خايف منها. المشكلة الحقيقية انه كارلوس كان بيلعب باسم واحدة من اقوى العصابات المافيا بالولاية. وقبل المباراة بيوم اخو فينسنت راح لعنده وحكى له انه ما في داعي تفوز بالمباراة بكرة، لانه انا وانت عارفين انه الفوز ممكن يكلفنا اشياء كثيرة احنا مو قدها. ولكن فينسنت يا صديقي ما كان بيخاف ابدا، وكان ماخذ المباراة كتحدي شخصي عشان يثبت لنفسه انه يستحق يكون اقوى وواحد من المشاهير. بل انه زاد الطين بلة واعلن في لقاء صحفي انه لو انهزم في مباراة ضد كارلوس ما راح يلعب ملاكمة مرة تانية ابدا. وهون زاد الحماس، والمباراة هي حضرها اكثر من 400 شخص اغلبهم كانوا من المافيا الايطالية. ومنهاتن كلها كانت بتتكلم عن المواجهة الاقوى بين فينسنت وكارلوس. وفي وقت تجميع الرهانات ما حدا كان عارف يحدد الفائز، هل كارلوس ملاكم المافيا اللي عمره ما انهزم في حياته راح يفوز، ولا فينسنت الولد الضخم اللي كان يرهب الجميع هو اللي راح يفوز. وبيجي يوم المباراة يا عزيزي تجتمع الناس كلها بداخل القاعة، وبيدخل فينسنت وكارلوس لحلبة القتال. وبعد دقائق من الضرب المتبادل بين الاثنين هنا تحصل المفاجأة. فينسنت يهزم كارلوس بطريقة مذلة عمره ما راح ينساها أبدا. وفي وقت النتيجة الحكم بيرفع يد فينسنت، والمراهنين على فوزه يهتفوا باسمه بأعلى صوتهم، والقاعة كلها بترج من الهتاف باسم فينسنت. بس الغريب انه فينسنت ما كان فرحان ابدا، ولكنه كان مرعوب لانه عارف انه اللي راح يصير معاه من العصابة المافيا هاي تبعت كارلوس حتصير مأساة. يرجع فينسنت على البيت هو واخوه الكبير، بيتفاجئوا اول ما بيدخلوا على البيت برجال المافيا في انتظارهم داخل شقتهم.
بس المفاجأة اللي ما حدا كان عامل حسابها هي إنه أعضاء المافيا رفضوا إنهم يعاقبوا فينسنت، لأنه ببساطة عدد كبير منهم كان معجب بفينسنت ومراهنين حتى على فوزه، وبالتالي ما رضيوا أبدا إنهم ينهوا حياته وحياة أسرته لمجرد إنه فاز بمباراة ملاكمة عادية. لذلك اجتمعوا كلهم على معاقبته بطريقة سهلة ما فيها عنف، وأمروه هو وأسرته إنهم يشوفوا شقة خارج منهاتن وما يرجعوا لها مرة تانية أبدا. وفعلا بنفس الأسبوع فينسنت ترك المدينة هو وأسرته وراحوا على مدينة جديدة بعيدة جدا. وأول ما وصلوا هناك أول مكان بحث عنه فينسنت وأخوه كان نادي ملاكمة في هذيك المدينة. وظل فينسنت مستمر بتدريباته وكان يفوز بكل المباراة كعادته. وانشهر فينسنت مرة تانية بالمدينة وصار الكل يراهن عليه، وسنة ورا سنة فينسنت وصل لعمر 22 سنة وكان حاسس أنه أخيرا استقر نفسيا وراح يكمل حياته في لعب الملاكمة. ولكن الظاهر أنه القدر كان مخبيله إشي ثاني، لأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1949 كان قاعد بتمرن في نادي الملاكمة مثل أي يوم، وفجأة شاف عدد كبير من رجال المافيا بيقتحموا النادي وبيطردوا كل الناس الموجودين فيه. ولما حاول فينسنت أنه يهرب مثل باقي الناس تفاجأ أنهم جايين له تحديدا هو. وبعد دقائق تفاجأ فينسنت بثلاث قيادات من المافيا لابسين ملابس فخمة وشكلهم في قمة الرعب. دخلوا الثلاثة للنادي وجلسوا قدامه وظلوا ساكتين لأكثر من 3 دقائق. ال3 دقائق هذول مروا على فينسنت كأنهم 3 سنوات، لأنه كان واضح أنه بيعرف هذول الناس كثير منيح وهي مش أول مرة بشوفهم أبدا. هذول الأشخاص هم قيادات الصف الثاني في عصابة المافيا اللي فينسنت هزم الملاكم تبعهم. وفينسنت في البداية كان متوقع انهم جايين يعاقبوه، ولكنه تفاجأ انهم جايين يعرضوا عليه ينضم للعصابة. وقالوا له انه الملاكم كارلوس من يوم انهزم منك صار مستواه يتراجع وصار يخسر بمباريات حتى السهلة منها، والمقامرين بطلوا يراهنوا عليه وبلش يضيع عليهم فلوس كثيرة وضخمة، وعلشان هيك لازم تنضم للعصابة وتصير من الملاكم تبعنا وترجع تحقق لنا انتصارات وترجع هيبتنا وفلوس كمان. خصوصا انه في عصابات منافسة دخلت على الخط وصار عندهم ملاكمين اقوياء، لازم ننافسهم بملاكم قوي مثلك، وبالمقابل رح تربح معانا فلوس كثيرة، وحياتك انت واسرتك رح تتغير ورح ترجعوا تعيشوا مرة ثانية في الحي الإيطالي في منهاتن. بس المرة هاي رح نشتري لك بيت أكبر وأوسع من الشقة اللي انتوا كنتوا ساكنين فيها. أما لو رفضت فعقلك ما رح يستوعب اللي احنا رح نعمله، وقبل ما نعاقبك احنا رح نخليك تتحسر على أسرتك الكاملة ورح نتخلص منهم واحد واحد. واحد من العصابة حط ايده بجيبته وطلع مبلغ $5000 وحطها في يد فينسنت. هذا أول عربون بينه وبينك. الواضح بالتفاوض انهم بيخيروا فينسنت بين انه يوافق أو يرفض، ولكن الحقيقة اللي كلنا عارفينها انه فينسنت ما بيقدر يرفض وكان مجبر انه ينضم لهاي العصابة ويحقق حلم الطفولة اللي كان بده اياه من زمان، ولكن بالطريقة الصعبة. وخلال شهر واحد فينسنت رجع هو وأسرته على منهاتن، وبأول يوم له بالنادي تفاجأ فينسنت إنه كل شيء تقريبا كان مختلف. النادي صار متطور أكثر والمكان صار أوسع، والعصابة خصصت له مدربين محترفين عشان يوصلوه لأعلى مستوى بأسرع وقت، والصور كانت معلقة بكل زاوية جوا وبرا النادي. يعني حرفيا صاحبنا صار نجم بمعنى الكلمة، ومباراة ورا مباراة فينسنت كان يسحق منافسيه واحد ورا الثاني، لدرجة انه مباريات كثيرة كان يفوز فيها بدون حتى ما يلعبها، لانه اول ما المنافسين يعرفوا انه القرعة حطتهم قدام فينسنت كانوا ينسحبوا من المباراة عشان يحافظوا على حالهم. ومرة من المرات واحد من اقوى الملاكمين التابعين للعصابات المنافسة تحدى فينسنت وحكاله لو لعبت ضدك مباراة راح أهزمك أسوأ هزيمة. طبعا فينسنت ما رفض التحدي وقال له احكي لزعماء عصابتك يحددون الموعد وأنا راح استناك بساحة القتال. وفعلا اتفقوا العصابتين على توقيت المباراة واجتمع آلاف الناس عشان يحضروا هاي المباراة ويعرفوا مين اللي راح يفوز. وأعلن زعماء العصابات بنيويورك كلها إنهم راح يحضروا المباراة ويشاهدوها من المنصة الرئيسية. ولزيادة الحماس فينسنت صرح تصريح قوي، حكى إنه لو انهزم بهاي المباراة راح يعتزل الملاكمة نهائيا. بس التصريح هذا كان ممكن يكلفه حياته وحياة أسرته، لأنه العصابة هددته إنه لو ما فاز ما راح يلحق يعتزل ولا حتى يرجع على بيته.
والشرطة لما وصل لها خبر بالمباراة كانوا مرعوبين ممكن تصير مشكلة بين العصابات وبعض، فأعلنوا حالة الطوارئ بالمدينة كلها، وحاوطوا المدينة قبل يومين من المباراة منعا إنه أي حدا يدخلها من برا، وكمان حذروا الأهالي لو سمعوا أي أصوات بالشارع ما يطلعوا أبدا ولا حتى يفتحوا النوافذ. واجتمعت الناس وجمعوا أموال المراهنات اللي طبعا وصلت بهذاك الوقت ل 15 مليون دولار. جلس الزعماء على منصة الرئيسية، وفي الساعة 12 بعد منتصف الليل بدأ أقوى معركة ملاكمة بين أقوى عصابتين في نيويورك، وانتهت المباراة كالعادة بفوز فينسنت، بس هاي المرة بصعوبة شديدة. بالرغم من انتصاره في هذيك المباراة إلا أنه حجم الإصابة اللي تعرض لها أجبرته أنه يضل 6 شهور يتعالج منها. وخلال ال6 شهور هاي كان زعيم العصابة اللي هو فيتو جينوفيزي كان بيعزم فينسنت على حفلات فخمة، وكان يقربوا منه أكثر وأكثر ويعطيه فلوس ما عمره يحلم فيها. بس المشكلة إنه زعيم العصابة اللي هو فيتو كان شخص شرس على الآخر، وكان عنده علاقات قوية جدا جوا الدولة، وعلشان هيك محاولات القبض عليه كانت تفشل فشل ذريع. بالفترة هاي كانت العصابات من نيويورك كانت بتصير بينها مشاكل كثيرة، وعشان ما تصير مشاكل بين العصابات وبعض قرروا زعماء العصابات بأنهم يعملوا مجلس مشترك بينهم كلهم، والمجلس هذا كان له زعيم يتم تعيينه عن طريق الانتخابات، وزعيم العائلات وقتها كان اسمه فرانك كاستيلو. وخلال فترة إصابة فينسنت طلب منه فيتو إنه يشترك مع العصابة بعملياتهم الإجرامية من باب التسلية، وطبعا أوامر الزعيم ما بتنرفض أبدا ولا حتى تتناقش. وعلشان هيك اضطر فينسنت إنه يشترك بعمليات التهريب الممنوعة وعمليات التصفية، وكل إشي ممكن تتخيله كان فينسنت يشارك فيه. وكان عنده مهارات مرعبة أصلا لأنه كان قوي جدا وسريع، بقدر ينفذ المهمة ويختفي بدون ما حد يلمسه أو يحس فيه. وهون قرر فيتو انه يستغل مهارات فينسنت بطريقة مختلفة، وقال له سيبك من قصة الملاكمة، انت من اليوم رح تكون ذراع اليمين، بس علشان الناس ما تلاحظ اختفائك رح اسوي لك مباراة اعتزال، والمباراة هاي رح تعلن فيها انك لو انهزمت رح تعتزل الملاكمة الى الابد، وبالمباراة هاي رح تخلي خصمك يهزمك وبعدها بتبدأ شغل الحقيقي بالعصابة. وفعلا فينسنت تعمد انه يخسر بالمباراة واعلن اعتزاله، ورجع لمقر العصابة عشان يبلش أولى عملياته الحقيقية مع رئيس العصابة فيتو. وأول مهمة طلبها إنه يغتال واحد من قادة الصف الأول جوا العصابة، والشخص هذا رغم قوته وقربه من فيتو إلا أن فيتو نفسه اكتشف خيانته لصالح عصابة ثانية. وبعد أسبوع واحد رجع فينسنت على مقر العصابة ودخل على مكتب فيتو مباشرة وحكاله المهمة تمت بنجاح. ومهمة ورا مهمة فيتو كان يعجب أكثر بفينسنت، وقال له أنا كان نفسي بواحد مثلك يكون معي من زمن طويل. ولكن بيوم من الأيام فيتو طلب من فينسنت مهمة خطيرة جدا، مهمة رح تنهي العلاقات بينهم للأبد. خلال اجتماع مجلس العائلات صار خلاف بين فيتو والزعيم الأكبر اللي هو كاستيلو، وفرض كاستيلو عقوبة على فيتو، وأمر باقي الزعماء إنهم ما يشتروا منه أي ممنوعات لمدة سنة كاملة عشان يأدبوا. ولكن فيتو توعد كاستيلو وحكى له لو ما لغيت العقوبة رح انتقم منك بطريقة ما عمرك رح تتخيلها. برغم تدخل الزعماء وتهدئة الأمور بين كاستيلو وفيتو انلغت العقوبة، ودفع فيتو غرامة قدرها $1,000,000 بس، إلا أنه ظل حاقد على كاستيلو وكان نفسه أنه ينتقم منه ويتولى هو منصب زعيم مجلس العصابات المافيا كلها. وعلشان هيك فيتو أمر فينسنت أنه ينفذ عملية اختيار كاستيلو. وطبعا فينسنت كان عارف انه عملية مثل هيك مو بس صعبة بل شبه مستحيلة، ولكن بنفس الوقت لو رفض انه ينفذ هاي المهمة حياته كانت رح تنتهي على يد فيتو نفسه. فاضطر فينسنت انه يوافق على العملية وضل يراقب كاستيلو طول الوقت من اللحظة اللي كان يطلع فيها من بيته لحد ما يرجع مرة ثانية. وخلال المراقبة كان فينسنت يدور على الثغرة بيقدر من خلالها انه يوصل لكاستيلو، والثغرة الوحيدة اللي لقاها هي شقته السرية اللي كان يقيم فيها علاقات غير شرعية. استغل فينسنت انه كاستيلو بيروح لهديك الشقة بدون حراسة كل يوم أربعاء وتحديدا بالليل، واستناه فينسنت عند مدخل العمارة. وأول ما دخل كاستيلو على العمارة أطلق عليه 4 رصاصات في منطقة الصدر وهرب بسرعة قبل ما حد يشوفه. وأول ما رجع فينسنت على البيت بلغ فيتو أن المهمة تمت وأنه كاستيلو صار في أعداد الموتى. ولكن المفاجأة اللي ما كانت على البال ولا حتى على الخاطر أنه كاستيلو أرسل رسالة رسمية لزعماء العصابات بنفس الليلة وطلب منهم أنه يحضروا اللي عنده على البيت في اجتماع عاجل
فيتو ما كان مصدق وفكر انه فينسنت كذب عليه واتفق مع كاستيلو، ولكن في الاجتماع كاستيلو حكى انه تعرض لمحاولة اغتيال، ولكن لحسن الحظ انه الشخص اللي حاول يغتاله ما انتبه انه لابس واقي رصاص تحت البدلة، وعشان هيك الاربع طلقات سببت له اصابات بسيطة. وفي نهاية الاجتماع فجر كاستيلو مفاجأة ما حدا كان متوقعها وحكى بما انه حياتي صارت بخطر فهذا ممكن يأثر على مستقبل مجلس زعماء العائلات، عشان هيك أنا قررت أني أتنازل عن منصب زعيم العصابات لصالح فيتو. طبعا المفاجأة كانت صادمة لكل زعماء المجلس لأنهم عارفين حجم الخلاف والكره بين كاستيلو وفيتو، ولكن فيتو من الجهة الثانية كان بقمة سعادته، ومن أول يوم استلم فيه هذا المنصب الجديد بلش يبني علاقات قوية مع أكبر تجار الممنوعات بالعالم، وما اكتفى بالأموال اللي كان يجنيها من الأعمال المشبوهة، ولكنه دخل كمان بعالم المال والأعمال والبزنس. طبعا هو بتكلم عن نشاط حلال عشان ما حدا يشك فيه بنشاطه الإجرامي. وعلى الجهة الثانية فينسنت كان خايف جدا من فيتو لأنه فشل بالمهمة، وما كان بيعرف إنه فيتو بيدور عليه بكل مكان عشان يشكره. وبيوم من الأيام تفاجأ فينسنت برسالة من أخوه بيقول له ترى فيتو طالب يشوفك في بيته يوم الخميس بالليل، وبيقول لك البس أشيك الملابس اللي عندك. وفعلا فينسنت راح يقابل فيتو بالموعد المحدد، وكان مستعد انه يواجه مصيره او يمكن يحاول يستعطف فيتو عشان يسامحه. والمفاجأة انه فيتو كان عامل حفلة كبيرة جدا بس لفينسنت، وعازم فيها كل رجال عصابته عشان يشكروا قدامهم ويحكي لهم انه من يوم ورايح ترى فينسنت راح يكون ذراع اليمين رسميا. ومن هذيك اللحظة حياة فينسنت كلها تغيرت. قربه من فيتو خلاه يتحول من ملاكم ورياضي عادي إلى رجل عصابات مرعب، كان حرفيا شرس وعنيف بدرجة مش منطقية، وأي حدا كان يغلط غلطة بسيطة كان يؤمر رجاله أنه خلصوا عليه على طول. توسع فينسنت بمجال الإجرام داخل العصابة وصار ينفذ أوامر فيتو، يدير عمليات تجارة الممنوعات ويقابل كبار التجار لحد ما صار اسمه معروف والكل بيحسب له ألف وألف حساب. استمر فينسنت انه يدير اموال العصابة ويساعد فيتو لاكثر من 5 سنوات، وخلال الفترة هاي كان فينسنت هو الامر الناهي بالعصابة. وفي سنة 1959 قررت الشرطة تحط حد للاجرام المبالغ فيه اللي كان بيعمله فيتو، وبالرغم من علاقاته مع كبار السياسيين ورجال الدولة اللي طول الوقت كان يرشيهم ويتفاوض معهم، إلا أنه وصل لمرحلة غرور خلته أنه يستعملوا القوة المفرطة مع أي حدا بيخالفه، وعلشان هيك قررت الشرطة تقبض عليه وتحطه بالسجن. وخلال هاي الفترة كان واضح للعالم أنه العصابة ماشي بدون زعيم، بس الغريب أنها كانت ماشي أحسن من أول، وما حدا كان بيعرف مين الشخص المجهول اللي بيدير هاي العصابة، وما كان في أي معلومات عنه. وبعد 10 سنوات وتحديدا في 1969 بيموت فيتو بالسجن، وبيطلب فينسنت من قادة الصف الأول بالعصابة إنهم يجتمعوا بأسرع وقت عشان ينتخبوا زعيم جديد. واجتمع كل القادة واتفقوا بالإجماع إنه الزعيم الجديد راح يكون فينسنت نفسه، هو اللي راح يتحكم بكل إشي بالعصابة. ومن هذيك اللحظة هيكل العصابة كله تغير وصار مضبوط على مزاج فينسنت بالضبط. فيتو قبل ما يموت كان سامح لفينسنت إنه يتصرف زي ما بده، شرط واحد بس إنه ما يغير بالهيكل التنظيمي للعصابة. ولكن بما إنه فينسنت صار هو الزعيم، فأول شيء عمله إنه قسم العصابة إلى مجموعات، مجموعة متخصصة لتجارة الممنوعة وكانت أكبر وأهم مجموعة بالعصابة، المجموعة الثانية للحماية والتأمين ومهمتها تحافظ على حياة الزعيم وحياة القادة بالصف الأول، مجموعة ثالثة خاصة بعمليات التصفية، هذول كانت مهمتهم القضاء على الجواسيس وأي حدا بسبب لهم مشاكل ممكن تضر مصالحهم مصالح العصابة. والهيكل التنظيمي اللي سواه فينسنت كان مخليه قادر انه يسيطر على العصابة بشكل كامل، وطول الوقت كان يزرع عيون وسط القادة عشان ما يعطي فرصة لأي واحد منهم انه يتفق عليه او يحاول يغدر فيه. وكمان فينسنت خصص مجموعة عمل كاملة من الجواسيس دورهم كان يجمعوا الأخبار من داخل العصابات الثانية، بده يعرف كل إشي عنهم وهو قاعد بمكتبه. وخلال سنوات معدودة فينسنت حول عصابته لأقوى وأهم عصابة في نيويورك كلها، بالرغم أنه كان أصغر زعيم عصابة بالعالم وقتها وكان عمره يا دوبك 40 سنة، إلا أنه كان عنده قوة شخصية وقدرة على التفاوض والمناورة ما في زعيم كبير قادر حتى أنه يجاري فيها. وبسبب الهيكل التنظيمي اللي بناه فينسنت ما كان في أحد بالعصابة بيعرف مين هو الزعيم أصلا ولا أي معلومة عنه، وعلشان هيك كان مستحيل أنه فينسنت يتعرض لعملية اغتيال
لأنه كان ممكن إنه يمشي بالشارع وسط الرجال العادية وما في أي حدا بيعرف إنه هذا هو زعيم أكبر عصابة. طبعا فينسنت اللي خطط لهيك بده يحمي حاله والقيادات اللي تحته من أي عملية اغتيال. وخلال هالسنوات فينسنت ما غلط الغلطة اللي عملها فيتو الزعيم القديم. بأول كم شهر من توليه لمنصبه الزعيم حسن علاقاته برجال الدولة والحكومة، واتفق معاهم أنه رح يفيدهم من خلال مشاريع العصابة وشركاتهم القانونية اللي بتشتغل بالعقار والمطاعم والفنادق، وبتدر للدولة مليارات الدولارات من الضرائب، وفي نفس الوقت بتوفر فرص عمل شرعية للأمريكان نفسهم. أهم إشي غض الطرف عن الأعمال الغير شرعية اللي أنا كنت بعملها، يعني فينا نحكي يوم عندك ويوم عندي. واستمر فينسنت بإدارة العصابة، وكل يوم كان يكبر من شغله وتزيد خطورته، وصار واصل لمرحلة من القوة ما كان عامل أي حساب لباقي العصابات الثانية. وبيوم من الأيام اتصل بكل زعماء العصابات وطلب أنه يجتمع معهم بالمقر الرئيسي، بدهم ينتخبوا زعيم جديد مكان فيتو. وبيوم الاجتماع رحب فينسنت فيهم وحكى لهم أن الأمور هلا اختلفت عن قبل تماما، وعلشان هيك المرة هاي ما رح نعمل انتخابات لاختيار الزعيم، لأنه الزعيم بالفعل بيحكم بدون انتخابات. طبعا فينسنت كان بيتكلم عن نفسه، والغريب أنه كل زعماء العصابة ما حدا منهم تجرأ أنه يتكلم أو حتى يعترض، وكلهم آمنوا على زعامته إلا شخص واحد ما كان راضي أبدا عن فينسنت، والشخص هذا هو جون جونتي زعيم عصابة كامبينو. كان معروف أنه بحب الشهرة والظهور الدائم على وسائل الإعلام، وطول الوقت يتحدث عن نشاط العصابات ويتعامل وكأنه رجل سياسة ورجل دولة، وأكثر من مرة ترشح عشان يصير بمنصب الكونغرس الأمريكي. وبما أنه فينسنت كان شخص قليل الظهور ما بيحب أبدا أنه يبين نشاطاته، وهون اشتعلت الأمور بين فينسنت وجونتي. أمر فينسنت رجاله أنه يبروا عملية اغتيال لجونتي، طبعا قبل ما الأمور تطلع عن السيطرة، وكمان عشان يرجع فرض سيطرته على باقي العصابات وما حدا يستهين فيه. بس جوتي كان عنده فريق حماية مدرب على أعلى مستوى، وقدر إنه ينجو من 5 محاولات اغتيال من فينسنت. وبهاي اللحظة جوتي فهم إنه نهايته الحتمية رح تكون هي الموت، وعلشان هيك كان لازم ما يوقف قدام هذا القطار، وراح واعتذر لفينسنت وحكاله اعترفت بخطاي أنا وما راح أكررها مرة ثانية. وفعلا اختفى جوتي عن وسائل الإعلام وصار قليل الظهور وما يحكي إلا بالشغلات الضرورية. بس جوتي كان زعيم عصابة ذكي جدا، كل اللي عمله إنه أقنع فينسنت إنه معترف بخطأه، وكل اللي بده يعمله إنه يوقع فينسنت بمكيدة. وفي عام 1970 جوتي عرف إنه في تاجر ممنوعات من شرق آسيا كان بينه وبين فينسنت مشاكل كبيرة، فتواصل معه وحكاله أنا كمان بيني وبين فينسنت مشاكل، فشو رأيك إنه نوقف مع بعض نتخلص منه؟ وبنفس الأسبوع تاجر الممنوعات طلب واحد من رجاله إنه يتصل بفينسنت وحكى له إنه تاجر ممنوعات كبيرة وبده يتعامل معاه، وراح يبعث له عينه من بضاعة عشان هو يفحصها. وتفاجأ فينسنت من جودة البضاعة وكمان سعرها رخيص، فطلب منه إنه يبعث له كمية كبيرة لأنه السوق وقتها كان عطشان، واي بضاعة راح تنزل للسوق راح تنباع وتتبخر بأي ثمن. وبيوم التسليم تاجر الممنوعات اتصل بفينسنت وحكى له راح أبعث لك البضاعة على المخازن، وكان هدفه من هاي الحركة إنه يخلي فينسنت يرسل رجاله كلهم على المخازن عشان يأمنوا البضاعة ويجهزوها للبيع. والحقيقة إنه تاجر الممنوعات بنفس اللحظة كان رايح بالبضاعة على بيت فينسنت، وجوتي من الناحية الثانية كان بلغ قيادات الشرطة الكبار إنه في شحنة ممنوعات ضخمة موجودة ببيت فينسنت وهو مستعد ينشرها بالسوق خلال أيام. شكلوا قوة ضخمة طبعا الاف بي اي وراحوا على بيت فينسنت عشان يمسكوه، وفعليا بهذا اليوم الشرطة قبضت على فينسنت من جوا بيته وصادروا كل شحنات الممنوعة. وأعلن جوتي في لقاء صحفي أنه ساعد الشرطة بالقضاء على أكبر زعيم مافيا في نيويورك، وأنه راح يكمل مسيرته في خدمة الدولة طول ما هو حي. ومن الناحية الثانية فينسنت خلال التحقيق كان مصدوم، وكان واضح عليه أنه غير متزن نفسيا وفي شيء غريب فيه. وخلال المحاكمة طلب القاضي من المحققين أنه يعرضوه على طبيب نفسي، والمفاجأة أنه الطبيب أقر أنه فينسنت مريض نفسي وما بينفع ينحكم عليه. طبعا المفاجأة كانت صادمة للجميع، وما في حدا قدر يفهم كيف زعيم أكبر عصابة مافيا بنيويورك يكون شخص مجنون وغير متزن. وأمور العصابة كانت مستمرة سواء هو بداخل السجن أو برا السجن. فيا ترى مين الشخص اللي بيدير العصابة من الظل وبيستخدم فينسنت كغطاء وساتر إله؟
القاضي ما كان عنده وسيلة انه يعاقب فينسنت، فحكم عليه بالبراءة وخلاه يكمل علاجه عند طبيب نفسي. ومن اليوم هذا الكل صار يشوف فينسنت وهو ماشي بالشوارع حافي القدمين، وبالضبط كان زي المجانين وزعيم المافيا الأخطر بالعالم. صار ما بيشكل أي خطورة حتى على قطة ماشي بالطريق. بس كل اللي صار هذا كان وراه لغز كبير ما انكشف إلا بعد 22 سنة. في 1992 الشرطة قبضت على الذراع الأيمن لجوتي اللي كان بيدير كل عملياته، وهو سلفاتوري جرافانو. وخلال التحقيقات والضغط المستمر عليه اعترف هذا الشاب بكل إشي، وحكى للشرطة عن جرائم جوتي وأعطاهم الأدلة اللي بتثبت كلامه. ولما سألت الشرطة عن اللغز الأكبر، جنون فينسنت، حكى لهم إنه فينسنت مش مجنون، وطول 20 سنة الماضية كان هو اللي بيدير العصابة من الشارع وهو حافي القدمين. وحتى لما دخل السجن كان بيدير العصابة من الداخل بدون ما تصير أي مشكلة نهائيا. والقصة وما فيها أنه فينسنت وجوتي ما كان بينهم أي خلاف، والحقيقة أنهم كانوا متفقين مع بعض بدهم يكشفوا مؤامرة زعماء العصابات التانية ضدهم. اخترع فينسنت مشكلة مع جوتي خلال اجتماع، ودبر له أكثر من عملية اغتيال كان الهدف منها بس العرض والشو بدون ما تشكل أي خطورة طبعا على حياة جوتي. ولاحظوا بعدين انه في زعماء عصابات راحوا انهم يتفقوا مع جوتي عشان يتحدوا فينسنت، بدهم يطيروه من مكانه. ومن هون بدأت عمليات الاغتيال الحقيقية ضد الجواسيس وزعماء العصابات الثانية الخاينين. ولما الشرطة قبضت على فينسنت كان قبل كل محاكمة أو تحقيق أو قبل حتى ما ينعرض على الطبيب النفسي كان بياخذ حبة بتخلي عقله تقريبا يتغيب ويصير شخص مجنون وغير متزن عقليا. ومن يوم ما طلع فينسنت من السجن الكل صار يعامله على انه مجنون وما في اي خطورة منه، والحقيقة انه كان بيدير اكبر عصابات مافيا في العالم. وخلال ايام الشرطة قبضت على جوتي وحاكموا عليه بالسجن مدى الحياة على اكثر من 98 تهمة. وبسنة 1997 الاف بي اي قرروا انه يعيدوا التحقيق في قضية فينسنت، والسبب هو اعترافات جوتي نفسه اللي اكد انه فينسنت شخص عاقل وسليم وكل اللي بيعمله مجرد تمثيل. وعلشان هيك الشرطة قبضت على فينسنت للمرة الثانية، ولكن المرة هاي المحقق اللي كان ماسك القضية كان شخص مرعب وعبقري بمعنى الكلمة. قبل ما يدخل فينسنت على غرفة التحقيق ما كان محتاج انه ياخد حباية عشان يصير مجنون، وكان عارف انه الشرطة ما راح تفرج عنه لانهم مش ماسكين عليه بأي تهمة، وبالتالي خروجه من قسم التحقيق مجرد وقت. ولكن المحقق قبل ما يجلس معاه حط قدام فينسنت ملف فيه عدد من الأوراق، وعلى غلاف الملف كانت صورة شخص فينسنت بعرفه كثير منيح، والشخص هذا هو اللي راح يكشف سر اللعبة كلها. وأول ما فينسنت شاف الصورة رفع راسه وصار يتفرج على المحقق، صار يتكلم بهدوء وما عاد يهتز مثل المجانين. فتح فينسنت الملف وتفاجأ أنه في مئات الجرائم والأدلة اللي بتدين الشخص اللي بالصورة، والشخص هذا هو أندرو فينسنت جيجانتي ابن فينسنت. وفي اللحظة هاي فينسنت سأل المحقق عن طلباته، وكان طلب المحقق الوحيد انه يعترف بالجرائم اللي ارتكبها ويدخل السجن او يطلع من هون على انه مجرم بدون اي تهمة، وفي المقابل راح ينسجن ابنه مدى الحياة بتعليمات ابوه المجنون. وبدون اي تردد فينسنت طلب من المحقق انه يجيب له كوب قهوة وسيجار فخم، لأنه جرائمه ما بتنحكى إلا بهدوء. وعلى مدار أسبوع كامل من التحقيق فينسنت سرد جرائمه الكاملة للمحققين، وبسنة 2003 انحكم على فينسنت بالسجن مدى الحياة. وبهيك انتهت قصة أخطر وأذكى زعيم عصابة في تاريخ عصابات المافيا في نيويورك، الرجل اللي قدر يخدع الشرطة والناس ويقنعهم إنه شخص مجنون. وفي النهاية إذا عجبتكم الحلقة لا تنسى تضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وفعل الجرس، واكتب لنا رأيك بالتعليقات واحكي لنا شو رأيك بهاي الحلقة وإيش تتوقع الحلقة الجاي. دمتم بخير، سلام.